الإهمال الذي عانت منه منطقة أرض اللواء في العاصمة المصرية طويلا خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك والآمال التي راودت سكانه بعد الثورة تحولت جميعا إلى خيبة أمل قوية بعد أن تحطمت أحلام المتكلين على برامج التنمية الاقتصادية التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين قبل وصول أحد قياداتها لسدة السلطة. فبعد 8 أشهر من بدء ولاية الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة لم يطرأ تحسن يذكر على معيشة سكان أرض اللواء، فأكوام القمامة والشوارع المتربة ومشاكل المياه والكهرباء والصرف الصحي لم تتغير. كان سكان الأحياء الفقيرة يأملون أن يتغير الوضع بعد ثورة رفعت شعار الكرامة والعدالة الاجتماعية ومنح كثير من الفقراء في مصر أصواتهم لمرشحي الإخوان في الرئاسة والبرلمان، لكن الكثيرين يراجعون الآن موقفهم من تأييد هذه الجماعة. طيب مش حد طبعا الإخوان المسلمين تاني أيا كان يعني مش عشان هم ما شفناش منهم حاجة، ممكن يكون برضو لسه ما عندهمش قدرات، بس هم طريقتهم مش عاجباني اولا يعني. ثانيا مش حد لحد فيهم ولا عارف حد لمين لسه. يعني انا كان نفسي في الايام اللي فاتت دي فعلا، يعني الشباب اللي عملت الثوره كان نفسي ان الشباب فعلا اللي يدخل، يبقى في ناس شباب فعلا تدخل تعرف تغير، لان هم يعتبر معلش يعني هم اساس الثوره الشباب. ومن ده من عيوب مرسي ان هو اصلا ما دخلش الشباب برضه معاه. وتواجه إدارة مرسي العديد من التحديات، منها الاحتجاجات المناهضة للرئيس وجماعة الإخوان وعشرات الإضرابات والاعتصامات وحالة من اضطراب الأمن، علاوة على تناقص مستمر في الاحتياطي النقدي وعجز متزايد في الميزانية. ويحمل المؤيدون لمرسي وجماعة الإخوان جماعات المعارضة السياسية ومنها تحالف جبهة الإنقاذ المسؤولية عن مشاكل البلاد. منشور كويسة والراجل ماشي كويس، بس بتوع جبهة الخراب مش سايبينه يشتغل. الراجل ماشي صح وماشي صح مش سايبينه، ولسه امبارح كان في العراق ولسه كان هنا رئيس الوزارة ومحدش سايبه يشتغل. يسيبوه ل4 سنين يشوفوه ينجح على ما ينجح. وكان مرسي قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتحقيق نهضة شاملة في مصر من خلال مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي أنعش آمال الكثير من المصريين. ويقول قطاع من المصريين أن الرئيس الذي وعد بتحسين 5 ملفات خلال 100 يوم لم يتمكن من تحريك أي منها بعد مضي أكثر من 8 أشهر. جيهان لطفي، رويترز.